هلا والله يا الربع، صباح المساء وسجلوني عندكم دخول قانوني. بخصوص السؤال اللي طرحته، هل صحيح ما يقال بأن القانون لا يحمي المغفلين؟ جواب السؤال هو أن القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين. زين، شو الفرق بين هالكلمتين؟ الحين بقول لكم. طبعا المغفلين تندرج تحتها أشياء كثيرة، لكن أنا بتكلم فقط عن 4 نقاط وهي الأهم والدرجة عندنا. النقطة الأولى هي الغلط، والغلط معناته أن أنت رحت مكان تشتري وتوهمت أنه هو الشيء اللي تبيه، ويوم رجعت البيت شفته مو بهو. والنقطة الثانية هي التدليس، والتدليس معناته أنه يجيك واحد بيبيع عليك شيء ويقول كلام كلام وكلام، وأخرجت يوم شريته طلع لك كل اللي قاله كذب. النقطة الثالثة هي الإكراه، والإكراه معناته التهديد، يعني واحد يهدد واحد يقول إذا ما شريت ذي الشيء يا ويلك، ويقوم ذي الشخص يشتري بناء على التهديد. النقطة الرابعة والأخيرة اللي بتكلم فيها هي الاستغلال. الاستغلال معناته شخص في حالة ضعف ومحتاج فلوس ويبي يبيع مثلا سيارته قيمتها 10,000 إلى واحد ويستغل ضعفه يقول له تبيه ب3,000 باخذها. طبعا ال4 حالات اللي ذكرتهم يحميهم القانون. أما الغافلين من هم؟ أما الغافلين فهم الأشخاص اللي يسوون فعل غير مشروع ويجرم القانون، وعقب لما مسكوهم يقولون احنا ما نفهم في القانون. هذا عذر غير مقبول. أتمنى أنكم استفدتوا من هالمعلومة وغيروا وجهة نظركم عن كلمة القانون لا يحمي المغفلين، والسلام عليكم.